اعتزال احمد فتحي على الهواء مباشرة، خلينا نسمع ونرجع لبعض مرة تانية. لو في أزيد هقول عادي. لا. هتعمل ايه؟ أه هعمل ايه؟ انا كنت في حيرة الفترة اللي فاتت دي اكمل ما اكملش. انا عادي خلص مع بيراميدز و... ومن السنة اللي فاتت احنا كنا يعني قلت لهم انا همضي سنة وخلاص دي هتبقى اخر سنة يعني ليا في الكورة عامة. عارف انت شويه بقى يعني لازم تاخد القرار كده يعني وانت مستريح. بس يعني تعلق حذائك خلاص تعتزل؟ خلاص يعني انا بالنسبه لي اعلنت حذائي من النهارده يعني. اعلنت اعتزالك دلوقتي؟ خلاص. شايف الحمد لله يعني انا في الكوره من اول ما لعبت لغايه دلوقتي ربنا كرمني بحاجات كتيره انا كنت اتمناها والحمد لله حصلت لي كلها يعني. في حاجات ما وفقتش فيها واكيد ده اختيار ربنا مش اختياري يعني. اي حاجه بتحصل لك انت بتجتهد وبتسعى وفي الاخر ربنا اللي رايده هيكون يعني. لكن خلاص يعني الحمد لله اللي انا تبقى اخر حاجه ليا برضو في مسيرتي اللي انا خدت بطوله مع بيراميدز كاس مصر. واول سنه في مسيرتي خدت بطوله دوري مع الاسماعيلي. وما بينهم شويه بقى حاجات كتيره مع الاهلي. خدت كل البطولات يعني الحمد لله ما خسرتش ولا دوري مع الاهلي. ما خسرتش ولا دوري؟ ولا دوري. كل الدوريات اللي لعبتها في الاهلي خدتها. ارتبطت بذكريات ناجحه كتير مع النادي الاهلي. بص كان الذكريات كلها حلوه طبعا. في حاجات كده بسيطه دي طبيعي في الدنيا. لكن احلى ذكرياتي طبعا يعني جون الجيش وجون المصري. ده الدوري. ده الدوري. كان الكابتن محمد رمضان يقول لي بعد ما هتبطل وتخلص هيبقى فاضل اجوان كده هي اللي الناس هتفتكرها. فقلت له صح. هو الناس لما تيجي تشوفك يعني صح. لسه دلوقتي وانا داخل حد بيقول لي انا من الناس بره بيقول لي انا بعد ما جبت جون في ماتش الجيش انا كان معايا 4 زملكاويه وانا وسجدت زي ما انت سجدت بالظبط. فقلت له قال لي انت فاكر؟ قلت له هنسى ازاي يعني. عمرك ما تنساها. فذكريات حلوه وحتى الجمهور كان بيناديني. كانوا رابطين يعني لما بييجوا ينادوا لي يقولوا صلى على الحبيب فتحي ب100 لعيب. فانا بالنسبه لي يعني اللي يرتبط اسمي بسيدنا محمد دي في اللي هم ينادوا عليا دي حاجه كبيره بالنسبه لي يعني. لكن الحمد لله اللي انا لحظه الاعتزال صعبه عليك؟ على اي حد. شويه يعني. ايه اكتر حاجه جت في دماغك لما كنت خلاص متاكد ان ده قرارك؟ لا مفيش يعني. بس من بيمر شريط زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ في يوم من الايام ما اعتزل، بس بيمر قدامك شريط من الذكريات كده كله. بس انا يعني انت اول حاجه بسالك عليها قلت لي جون الجيش لان هو فعلا عمره ما هيتنسي. زي ما الكابتن محمد رمضان بالمناسبه عمره ما هيتنسي له ماتش 4-3 قدام الاسماعيلي السوبر. فاكر 4-3 ده انا كان عندي كام سنه؟ كام سنه؟ 7 سنين. لا والله. او 6 سنين. كنت بتفرج على الماتش ده. ما انا كنت بتفرج على الماتش لان احنا الاثنين قد بعض. انا 84. لا كنت عيل صغير بقى ويعني فانا فاكر الماتش ده كويس جدا كمان يعني. الحمد لله ان انا على اللي انا قضيته في الملاعب. هشكر كل الناس اللي اتعاملت معاها من اول ما بدات من الاسماعيلي لغايه ما مشيت اخر حياتي في بيراميدز. بشكرهم من مدربين من في الاهلي في كل حته. بشكرهم على النصايح اللي ادوها لي على الدعم اللي ادوهولي على دايما الناس كانت بتقف جنبي. الحمد لله على كل شيء وهي دي سنة الحياة يعني. طيب بعيدا عن اي شيء، احمد فتحي من اللعيبه المحترمه اللي اخلصوا ليه النادي الاهلي، ولما جه يمشي من النادي الاهلي خرج من الباب الكبير، وده اللي يعني يختلف البعض عليه. ولكن احمد فتحي احترم تاريخه مع النادي الاهلي، احترم نفسه واحترم جماهير النادي الاهلي ايضا، وخرج. اي نعم الجماهير كانت ضده في بعض من الاوقات، لكن يعني خلاص لك ان تتخيل في مباراة الاهلي وبيراميدز الجماهير بتنادي عليه وبتحييه بصورة طبيعية خالص، مفيش اي مشاكل. وده نتيجة ادبه واخلاقه والتزامه في طبعا النادي الاهلي. عمرنا ما سمعنا عن مشكلة طول تاريخه في اي نادي راحه احمد فتحي
كان مخلص لكرة القدم فقط لا غير. ويمكن الآونة الأخيرة مع النادي الأهلي برضك قبل ما يمشي أخد بطولات مع النادي الأهلي، ويمكن هو بيعتز ببطولاته زي ما هو قال مع النادي الأهلي وكل الأندية، وشكر كل الناس. أحمد فتحي بيعتزل كرة القدم رسميا من اليوم، ويمكن بالتوفيق ليه في اللي جاي، سواء بقى في منصب إداري، في كمدير فني ياخد طبعا دورات تدريبية ويبدأ يخش مهام التدريب، أو يكون في الإعلام. فأيا كان ربنا يوفقه في اللي جاي. واحمد فتحي يعتزل كرة القدم. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معنا للنهاية لايك للفيديو، اشتراك في القناة، تفعيل جرس الاشعارات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.